وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة. نعم، هذه مسألة مهمة جدا. ما من ذنب كبيرا كان أو صغيرا إلا وللعبد منه توبة. ليس هناك ذنب يقال فيه إنه لا تقبل فيه التوبة. الكفر والشرك والنفاق وقتل النفوس وغير ذلك قابل للتوبة، من تاب تاب الله عليه. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ولو كان كل عمره في الكفر إذا انتهى وتاب غفر له كل ما كان في عمره. توبة تجب ما قبلها، تجب ما قبلها، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده. فليس هناك ذنب يخرج عن التوبة، كل الذنوب تقبل التوبة، ويقبل الله التوبة منها ويمحوها سبحانه وتعالى. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك أي يفعل الشرك أو يفعل الزنا أو الردة إذا تاب الله عليه. الذين أو يقتلون النفوس إذا تاب الله عليهم، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فلا يقال إن التوبة متعذرة في بعض الذنوب. ولا يخفاكم الحديث الصحيح الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عمن كان قبلنا: رجل كان سفاحا قتالا للنفوس قتل 99 نفس ظلما وعدوانا، ثم إنه ندم وأراد أن يتوب، لكن ما يدري هل له توبة ولا ما له توبة، لأن الذنب عظيم. فذهب إلى عابد جاهل، عابد من العباد لكنه جاهل ما عنده علم، سأله أنه قتل 99 نفس هل له من توبة؟ قال: لا، ليس لك توبة، لأن ما عنده علم يجيب به إلا غيرته وظن أنه ما يغفر له فقتله. غضب الرجل عليه لأنه متعود على القتل، غضب عليه وقتله فكمل به 100. ثم ذهب وسأل عالما من العلماء لأنه قتل 100 نفس هل له من توبة؟ قال: نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكنك بأرض سوء، فاخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها رجالا يعبدون الله فاعبد الله معهم. فخرج الرجل مهاجرا من بلدة السوء إلى بلدة الخير، بينما هو في الطريق جاءه ملك الموت وقبض روحه في الطريق، فتخاصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب يقولون إنه لم يعمل خير قط، ملائكة الرحمة يقولون إنه خرج تائبا إلى الله مهاجرا. فأنزل الله أو أرسل الله ملكا في صورة رجل فقال: قيسوا ما بين البلدتين، قيسوا ما بين البلدتين. فقاسوه فوجدوه أقرب إلى البلدة الصالحة بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة، قبضته ملائكة الرحمة. فهذا دليل على أن جميع الذنوب يغفرها الله بالتوبة لمن صحت توبته وتوفرت شروطها يقبلها الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وأنا التواب الرحيم. وأنا التواب أي كثير التوبة، الرحيم
يرحم عباده ولا يغلق الباب دونهم. فالتوبة من كل ذنب. الكفر أشد شيء والشرك، إذا تاب الكافر والمشرك تاب الله عليه وغفر له، فكيف بغيره من الذنوب التي دون الكفر ودون الشرك؟ والله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فباب التوبة مفتوح ولا يغلق حتى تخرج الشمس من مغربها في آخر الزمان، فإذا طلعت الشمس من مغربها لا تقبل توبة التائب. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فإذا طلعت الشمس من مغربها أقفل باب التوبة بالنسبة للعموم. أما بالنسبة للأفراد فإن باب التوبة يقفل عند الغرغرة، إذا بلغت روحه الغرغرة فإنه حينئذ لا تقبل توبته بالنسبة للأفراد. نعم.